السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وبخير. دي اسهل طريقة تعملي بيها فانوس قماش تفرحي بيها طفلك. طبعا. مش هتحتاجي حاجة غير قماش جوخ وفايبر، ويكون عندك مسدس شمع ان انتي تلزقي بيه، وممكن تخيطي بدل ما تلزقي. فهو الموضوع كله في قماش جوخ، والتزيين بقى براحتك يعني. كمان تقدري ان انتي تحطي فيه مكنة صوت. الموضوع بمنتهى البساطة، ده باترون هسيبه لكم في صندوق الوصف تقدروا تطبعوه، وممكن ان انتي تحاولي ترسميه يعني عادي من غير طباعة. بنجيب قماش الجوخ وبنحطه طبقتين على بعض، ونحط عليه الباترون ونثبته بدبوس من فوق ومن تحت، ونبتدي ان احنا نقص زي ما انتوا شايفين كده. بمنتهى السهولة هتلاقي ان انتي تمشي على التحديد بتاع الشكل الفانوس، ايا كان الشكل اللي عندك. الشكل اللي عندنا ده زي ما قلت بسيط وسهل، وبيطلع يعني ايه، شكله ظريف جدا، بيعجب الاطفال قوي. اي حاجة معمولة بالاسم بتكون مميزة، والشخص بيحبها سواء كبير او صغير. وده يعني الحمد لله اكتر حاجة بتميز الهدايا اللي بنعملها الفترة الحالية. دلوقتي احنا كده عملنا شكل الفانوس، هنشيل بقى الدبابيس اللي احنا كنا مثبتين بيها. هيطلع عندنا الاجزاء بتاعة الفانوس قطعتين، علشان هما هيتلزقوا على بعض، وهنبتدي نحشيهم، وزي ما قلتلك تقدري ان انتي تخيطيهم بمنتهى السهولة. من الباترون برضو هناخد الاسم، انت تقدري تكتبي على الكمبيوتر اي اسم انت عايزاه وتفرغيه بنفس الطريقة، والطريقة دي ممكن تكون صعبة شوية، لكن تقدري ان انت تقصي الاسم نفسه وتكتبيه على القماش، وتبتدي تقصيه من على القماش على طول، بدل ما تعمليه بالطريقة اللي انا عملتها. او لو عندك الكربون اللي هو بيطبع على الجزء التاني من الورق، تقدري ان انتي برضو ايه تقصي بيه. هنا بقى جاهز عندنا الاسم، وجاهز عندنا قطعتين القماش بتاعة الفانوس. وللتزيين هحط مثلا قطعة جوخ مدورة مثلثة، اي شكل عندي بواقي فوم اي حاجة. هبتدي ان انا امشي على كل الاطراف زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو بمسدس شمع، ويكون اهم حاجة المسدس سخن يعني ما يكونش بارد علشان يلزق كويس. وبرضو انا هبتدي ادوس بايدي على كل جزء موجود كده، بحيث ان ايه ما يخرجش، ما يفكش منه الشمع، ولا ان هو يفك منه بعد كده الفايبر والطفل بيلعب بيه. هنا هسيب الجزء اللي فوق مش هحط فيه شمع، وابتدي احشي الفايبر. هلاقي عندي ابتدى شكل الفانوس كده يبقى مجسم اكتر. وبس كده ألزق الجزء اللي فوق بس، وانا قبل ما الزقه احط الجزء بتاع الستان، اي ستان عندك، بحيث ان الطفل يقدر يمسكه يكون سهل عليه ان هو يلعب بيه يعني. تمام. والجزء اللي فوق برضو احط فيه شمع، وابتدي اثبته كويس عشان يبقى مقفول عندي الفانوس كويس، ويطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مفيش ابسط من كده ولا خامات اقل من كده. نبتدي بقى نجيب الاسم اللي احنا عملناه ونحطه على الفانوس، برضو الشمع يكون سخن، والزقه بالراحة خالص كده لحد ما هلاقي خلاص كده الاسم بقى موجود عندي. وخلاص طلع عندك احسن فانوس بتكلفة بسيطة جدا، وتهدي بيه، ممكن ان انتي تعمليه بفترة وتهدي بيه اللي تحبيه.